جبال الأطلس طبيعة ساحرة وهدوء لا مثيل له، لكن خلف هذا الجمال يروي الناس قصصا غريبة، أصواتا لا تفسير لها، أضواء تتحرك في الليل وظلال تظهر وتختفي. فهل هناك شيء ما يختبئ في أعماق هذه الجبال؟ في هذا الفيديو نغوص معا في أغرب ما قيل عن جبال الأطلس المغربية. تمتد سلسلة جبال الأطلس على طول المغرب وتضم الغابات، القمم الثلجية والقرى المنعزلة. هذه الجبال كانت شاهدة على حضارات قديمة وأساطير لا تزال تتردد حتى يومنا هذا. لكن وسط هذا التاريخ العريق ظهرت روايات غامضة عن مشاهد غريبة في عمق الجبال. في منطقة إيملشيل راع يقول أنه رأى ضوءا غريبا يخرج من الغابة في منتصف الليل. اقترب ليتفقد الأمر، لكن الضوء بدأ يتحرك بسرعة ثم اختفى فجأة، تاركا وراءه صمتا مخيفا. وفي منطقة آزرو امرأة مسنة روت أنها رأت كائنا طويلا جدا يتحرك بين الأشجار، لم يكن يشبه الإنسان ولا الحيوان. ظل غريب لم يظهر إلا لثواني ثم تبخر في الهواء. البعض يعتقد أن هذه القصص مجرد خيال أو هلوسات ناتجة عن الوحدة في الجبال، لكن علماء الطاقة يعتقدون أن بعض مناطق الأطلس تحتوي على حقول مغناطيسية غير مستقرة، قد تسبب رؤى غريبة أو سماع أصوات غير موجودة فعليا. ومع ذلك تتشابه القصص من أماكن متباعدة، فهل من الممكن أن هناك شيئا حقيقيا لا نراه بسهولة؟ جبال الأطلس موطن للأساطير والأسرار، وربما لما هو أبعد من فهمنا.